أشرف سيف ممثل مصري من مواليد 10 مايو عام 1972، ولد في الإسكندرية، وهو ابن الفنان وحيد سيف ووالدته الفنانة ألفت سكر. اسمه أشرف مصطفى أحمد سيف الدين، حاصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية. قدم للتلفزيون مسلسلات منها أهلا بالسكان، ورفقا أيها الأبناء، والباقي من الزمن ساعة، وكلام رجالة، وخشوع، وشارع المواردي. كما قدم للمسرح مسرحية قسمتي ونصيبي، واجري وخد لك قالب، والنهاردة آخر جنان، وخير الحكومة، وممنوع الانتظار. كما قدم للسينما فيلم اللص، وفيلم المشاغبون في نويبع، ومطاردة في الممنوع، ونسيت إن امرأة، والسيد كاف. تزوج الفنان أشرف سيف من الفنانة المعتزلة لمياء الجداوي، وكانت واحدة من إطلالاته الأخيرة خلال جنازة والده الراحل في عام 2013. زوجته الفنانة المعتزلة لمياء الجداوي من مواليد 7 يوليو عام 1967. والدها هو مدير فرقة رضا، وهي من أم سورية بدأت حياتها الفنية كممثلة إعلانات تجارية، وفي عام 1987 كانت بدايتها الفعلية بالتمثيل في مسرحية مين يقدر على ريم. وبعد زوجها من الفنان أشرف سيف أعلنت عن اعتزالها المجال الفني، وارتدت الحجاب في عام 1996. من أهم أعمالها من الأفلام مؤخر صداق، وجري الوحوش، والبعد الرابع، وبلاغ كاذب، ولعبة الأيام، وكريستال. ومن أهم المسلسلات تزوج وابتسم الحياة، أنا وأنت وبابا في المشمش، وأبرياء في المصيدة. ومن أهم المسرحيات ذكي غبي جدا، من يقدر على ريم، قسمتي ونصيبي.